رايحة فين؟ تعالي تعالي هنعمل عظمة. يلا شوفي معايا. لما تحبي تعملي الحواوشي بطريقة كده جميلة ومميزة وكل الناس تحبها في عندك في البيت، يبقى لازم تتفرجي على الفيديو ده. ولما تحبي تزودي الكمية وبتعمليه وما يفرقوش عن الطريقة العادية اي حد وهيبقى نفس الطعم، يبقى لازم تتفرجي على الفيديو ده للاخر وتشوفي التكات والحركات بتاعتنا. عندنا هنا حتة من الدهن او اللية مع حتة من اللحمة المفرومة، ضربناها كويس قوي عشان كانت مجمدة معايا. وبعد كده حطينا بقية اللحمة المفرومة، وحطينا بقى التوابل ملح وفلفل وبابريكا، وحطينا توم باودر وبصل باودر وكيس من توابل الحواوشي. ضربناهم كويس قوي كده، وكان في شويه كده من الزعتر عندي على جنب كده حطيتهم، ادوا كده نكهه وطعم حلو للمفروم بتاعنا. ضربتها في الكبه بالشكل ده، وبدات ان انا بدات تتكور معايا كده، يبقى كده خلاص تمام. حطيت بقى مكانها حطيت السلاح بتاع الكبه، بصلتين كبار هطحنهم طحن ناعم كده بالشكل ده، يعني مش ناعم قوي، يعني بحيث ان هو ما يعصرش البصل بتاعي. نزلت بيه في الصينية كده جنب اللحمة، بحضر المكونات بتاعتي في مكان واحد تمام علشان ما انساش حاجة. عندي هنا بقى الفلفل الرومي في الكبة نفس الشيء، هحطهم بالشكل ده بطريقة عشوائية جدا، وهضيف كمان شوية من يعني حتة كده من الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر، بيدي لون حلو للساندوتش كده، بيبقى جميل جدا. طبعا الخضروات دايما بتنزل عصارة زيادة، فهبتدي ان انا اصفي الفلفل بالشكل ده علشان المية دي انا هحتاجها اخدها هعمل بيها حاجة تانية. خليكي معايا، هتخلي طعم الحواوشي في حتة تانية خالص. شوية كده من البصل اللي انا عملته هعصرهم وهحطهم على المية بتاعت اللي انا عصرتها من الفلفل. عندي هنا المكونات اهي كلها، البصل واللحمة المفرومة اللي انا عملتها في الكبة، والفلفل الالوان بتاعي، معلقة كبيرة من هريسة الشطة. طبعا الحواوشي دايما بيحب الحاجة يعني الطعم يكون حرش شوية او سبايسي شوية كده، حواوشي على اصوله يعني. هقلب، هعجن كويس قوي بالشكل ده. وتركاية طماطم، يعني طماطمية كده هقطعها وهحطها بس في الاخر مش في الاول، عشان انا مش عايزاها تتعصر معايا وانا بقلب. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، تحفة. ريحته يعني ريحته تتاكل وهي نية. عندي هنا بقى حابة ان انا ازود الكمية شوية. خدت نص كمية اللحمة المفرومة، وحطيت عليها حوالي بطاطستين من البطاطس المهروسة، مسلوقة ومهروسة. طبعا هنا طبعا البطاطس ما فيهاش ملح وما فيهاش اي توابل، حطيت شوية ملح شوية فلفل اسمر، وبدأت ان انا اقلب كويس المكونات بتاعتي بالشكل ده. وهشوف بقى الناس اللي معايا في البيت هيعرفوا طعم الحواوشي بالبطاطس من طعم الحواوشي العادي ولا لا. هفتح كده العيش، هجيب عيش ابيض من المخبز بالشكل ده، وتقول له عايزه عيش للحواوشي، هيدولك بالشكل ده. طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني ابيض وجميل، بحيث ان هو يعني لما يدخل الفرن هياخد لون فما يبقاش غامق قوي. هبدا يعني اكور حته كده من الحواوشي واحطها فين في الرغيف، اوزعها في رغيف العيش بالشكل ده، وهضغط عليه ضغطة بسيطة كده، اوزع اللحمة في الساندوتش بتاعي في الرغيف. تمام. هنا عندي مية البصل ومية الفلفل الالوان بتاعي، حطيت عليها معلقة من الزيت، معلقة من البابريكا، معلقة من الثوم والبصل البودر، ومعلقة من الزبدة او السمنة. وهبدأ ادهن الوش وهدهن القعر بالشكل ده. وصينية بقى، صينية الفرن ادهنها، وهبدأ ان انا احط ارص المكونات بتاعتي او ارص الارغفة بتاعت الحواوشي. شايفين بقى طلع معايا بعد 15 دقيقة بسم الله ما شاء الله في الرف الاوسط بالشكل القمر ده. مش هفتح الشواية، عايزاه بقى مقرمش هتسيبيه كده، عايزاه طري هتغطيه بالشكل ده بفوطة نظيفة، هيطلع معاكي بالشكل القمر ده. بسم الله ما شاء الله. عندي في البيت يعني حطيت كل اللي بالبطاطس مع العادي، ما عرفوش الطعم خالص ولا فرقوا. في نفس الوقت زودت الكمية وبالهنا والشفا، وبسم الله ما شاء الله شوية طحينة حلوين كده بقى، حواوشي معاه طحينة وبالهنا والشفا. لايك وشير